هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناة. النهاردة بقى هنعمل طريقتين للبطاطس، تغيير كده عن البطاطس المحمرة، وكمان نقلل زيوت شوية صحية اكتر. هنعمل البطاطس روستد او مكعبات البطاطس المقرمشة. هي بتكون مكعبات كده من البطاطس وعليها طبقة من القرمشة. وكمان هنعمل السماشد بطاطس. بجد طعمها حلو قوي وحقيقي مقرمشة وخطيرة. حقيقي طعمها احلى من الفرايز بكتير. معانا اول حاجة هنسلق البطاطس. معانا مية تكون يعني سخنة كده، داخلة على غليان، يعني منملة كده. انا كان عندي بطاطس بيبي او البطاطس اللي هي الصغيرة دي، فقلت استغلها يعني في الطريقة دي. فعندي المية داخلة على غليان كده، هنزل بالبطاطس بقى. كمية البطاطس اللي انتوا عاوزينها عادي. وبعدين معلقة كده، معلقة صغيرة من الملح. وبعدين بقى نسيبها تستوي، تاخد حوالي ربع ساعة. او انا البطاطس بتاعتي دي اخدت وقت شوية عشان هي بتكون صغيرة كده، والبطاطس دي نوعها بيكون ناشف شوية. دي بقى البطاطس الروستد، دي احنا عاوزينها تبقى مقشرة، فانا البطاطس بتاعتي دي بتتعبني قوي في التقشير. فانا هسلقها الاول، وبعدين يعني هشيل القشرة دي. اي بطاطس عندكم انتوا يعني حاسين ان تقشيرها صعب او القشره بتاعتها صعبه، ادوها يعني لو اسلقوها وبعدين قشروها، تبقى سهله جدا. بس اهم حاجه تكونوا غاسلينها ومنضفينها، يعني البطاطس غسلاها جدا ومنضفاها كويس. دي البطاطس اللي سلقتها يعني سليمه كده. انا اخدت معايا حوالي من تلت النص ساعه. دخلت كده الشوكه، حسيت ان هي يعني استوت، يعني مش ناشفه كده وانا بدخل الشوكه، لا استوت خلاص. هطلعها بقى خلاص. ودي البطاطس اللي هي مكعبات. ممكن البطاطس بتاعتكم لو كبيرة شوية تقطعوها مكعبات، انا البطاطس بتاعتي عشان صغيرة قسمتها نصين بس. ده بقى الخليط اللي هيدي احلى طعم في الدنيا بجد. معاه ربع معلقة من التوم باودر والبصل باودر والملح والفلفل اسود، وكمان البهارات، وده زعتر. معايا بقى معلقتين كبار كده من الزيت، اي نوع زيت. وهنقلبهم بقى مع بعض. ممكن لو عندكم توابل ايطاليه كده ممكن تحطوا كمان روزماري، بس انا يعني عشان بيبقى طعمه قوي قوي. بس ودي البطاطس بقى اللي احنا سلقتها، اللي قسمها نصين. هقشرها بطريقه سهله جدا، يعني القشره طلعت معايا. قشرت الكميه كلها. هجيب بقى الخليط ده، انا عاملاه للطريقتين. هنزل بالنص كده، يعني نص الكميه. وبعدين وانا بقلبها هحاول ارجها كده في بعض، يعني اخبطها في بعض عشان تتهري كده شوية. وكمان وهي لما تستوي وانتوا سايبينها تستوي، سيبوها تستوي شوية كده، يعني قبل ما تتهري، لا ما تخلوش تتهري، يعني من على الحرف كده او من بره تكون عملت طبقة زي ايه، فتافيت كده، عشان دي هي اللي هتخليها مقرمشة معاكم. وبعدين على ورق زبدة في صاج او في صينية، وبعدين هنرصها كده وندخلها في الفرن. دي بقى البطاطس اللي سلقتها كاملة يعني كده من غير ما اقسمها نصين ولا حاجة. هجيب اي حاجة بقى اهرسها بيها او اعمل الشكل ده. يعني انا بضغط عليها وفي نفس الوقت انا مش بهريها، لا انا بضغط عليها بالراحة كده عشان يعني تتهرس، بس هي لسه ماسكة في بعضها. وكمان مش هنقشرها لان القشر ده هو اللي يعني بيديها قرمشة. وكمان لما بنضغط عليها كده القشر اللي بيمسكها مع بعضها، انما لو مفيهاش قشر هتتهري. وبالفرشة بقى كده اخدنا من الخليط اللي احنا عملناه على الوش كده عشان يديها الطعم والقرمشة. هنعمل بقى صوص حلو قوي. معايا معلقتين كبار من الزبادي، ومعلقة من المايونيز، ونص معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة كده من المستردة. وكمان معايا بقى فصين صغيرين من التوم. ما نكترش عشان دي الصوص ده بيبان فيه التوم قوي. ومعلقة كده صغيرة من عصير الليمون، ومعلقة كبيرة من البقدونس، قطع بقدونس كده او شبت،
اي خضار متوفر عندكم. حقيقي الصوص ده طعمه حلو قوي. ممكن كمان ناكله جنب ناتشوز بقى او شيبسي، او يعني حقيقي بيكون حلو قوي جنب السناكس. ودي البطاطس بعد ما اخدت لون، انا دخلتها بس في الفرن، يعني تاخد لون هي والبطاطس دي كمان حوالي ربع ساعة. لو الفرن بتاعكو يعني ممكن يحمر من الشواية، حطوها تحت الشواية او تحت، يعني المهم تتحمر من الجنبين. بجد يا جماعة فايتكم كتير قوي لو مجربتهاش، طعمها تحفة وكمان صحية، وطريقة كمان ان احنا نتغلب على ازمة الزيت دي. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك. باي.